هما اكتفاو، تا هما ولاو كيقلبوا غير على ضربات الترجيح. ما قدروش يغامروا، خافوا. المباراة غتكون قوية. كنا كنتمناو نسجلوا شي هدف، كانت شي خطورة على المرمى ديالنا. بسم الله، السلام عليكم. رجعنا لكم من جديد. كيف قلنا لكم في الحلقة اللي فاتت، المباراة غتكون قوية، مباراة قوية بطبيعة الحال. الحمد لله على التأهيل، هذا هو اللي مهم. الدراري عرفوا كيفاش يسيروا المباراة. كنا كنتمناو نسجلوا شي هدف، ولكن ما تأتاش ذلك. الدراري ما مشاوش للهجوم. تحكموا في الكره الحقيقه. في بروميير ميطان ما كانش شي خطوره على المرمى ديالنا. بالنسبه للتشكيله اللي دخل عادل الرمزي، فكنا منتظرين غيدخل حيمود من مكان احناش. كنا منتظرين التشكيله هي هذيك. كانت مزيانه، كانوا غاديين مزيان، كانوا شادين الكره، كيلعبوا بثقه، كيخرجوا الكره مزيان. الا حاجه واحده اللي كانت ناقصه في الشوط الاول، ما مشيناش للشبكه باش نباغتوا الخصم. كنا نباغتهم شي هدف. لو كنا مشينا للبوطو كنا نباغتهم، حتى هما كانوا مرتابكين. ما كانش ديك الترجي اللي كتعرف، اللي كنا منتظرين انهم في تيرانهم قدام جمهورهم غادي يهجموا علينا وما غيديروا لا والو. ما كانت حتى شي حاجه من داكشي، كانوا متخوفين وما وصلوش عندنا كاع البوطو في الشوط الاول. الا كانوا جوج الكورنينات ولا ثلاثه اللي كانوا عندهم، ولكن ما هدوش. ما كانش شي تهديد اللي هو خطير في الشوط الاول. الدراري كانوا مشاو مزيان في الشوط الاول، ولكن التخوف دائما كان عندنا. هدف السبق ديال هنايا، هدف السبق راك عارف، هدف 1-0 هو مزيان. علاش مزيان؟ لان ما سجلش عليك هنا، وخا يتسجل عليك هدف كتمشي لي بيلانتي ولا هذا، ولكن كتبقى ديما متخوف. دخلنا الشوط الثاني، بقات الامور كما هي. بقينا غاديين في المباراه، نفس داكشي اللي كان في الشوط الاول هو اللي كان في الشوط الثاني. بقينا غاديين حتى جات ديك الدقيقه تقريبا 73. هذيك التمريره اللي كانت من الجهه اليسرى من جهه العملود، الجهه اليسرى ديالهم هما والجهه اليمنى ديالنا حنا من جهه العملود. التمريره اللي كان لنا داك اللاعب البرازيلي بوحدو وسط حركاس والمدافع الاخر ديال الوداد، كانوا بجوج، واحد قدام واحد اللور، والمدافع والمهاجم وسط منهم. يعني بوحدو ضربها بالخاطر ديالو بالراسيه ديالو وسجل الهدف ديال التعادل. اللي كنا كنتخوفوا منه هو ان هذاك الهدف فعلا عطاهم واحد تقريبا واحد 5 دقائق، حياهم، حيا الجمهور وحياهم، وبحال بغاو يسيطروا على المباراه. ولكن صراحه ما الفريق ديالنا رجع تحكم ثاني في الامور وهدى اللعب، وبدينا كنبحثوا. دخل اناجم وسامبو والهوني، هادو الشونجموات اللي كانوا في الشوط الثاني. اناجم جاو كواري مزيانين، ولكن ما عرفتش تصرف فيهم، خصوصا واحد الكره اللي مشاو دخل الكاري وكروشه باش يعطي جوج ديال اللعابه صحابو خاوين سامبو والهوني، وهو حاول يضربها باليسريه المرمى الزاويه البعيده، ولكن ماشي هي هذيك. بقينا غاديين معاهم. تا هما اكتفاو، تا هما ولاو كيقلبوا غير على ضربات الترجيح. ما قدروش يغامروا، خافوا نبغتهم شي هدف. وبالدليل ان المدرب ديالهم شونجمو اللي دار تغيير الحارس بالحارس، يعني مستعد لي بيلانتي. ومشات المباراه الى 1-0 حتى صفر الحكم. بالنسبه للتحكيم ما كانش شي مؤاخذه على التحكيم، كان مزيان. التحكيم كان غادي عادي، ما كانش مؤاخذه على التحكيم. وراه هادشي اللي بغينا، التحكيم ديال الافريقيا يكون بحال هكا، ما تكونش واخا تلعب خارج الميدان ديالك واخا تلعب داخل الميدان يكون التحكيم نزيه. كان تحكيم عادي. كيف شفتوا الكره اللي كانت ديال لورجو، الحكم هز الرايه، لورجو كان واضح، حتى الفار اعلن على اورجو لانه كان اورجو واضح. ما كانش حتى شي حاجه اللي هي، ما كانش شي بوليميك ديال الحكم نهائيا. المباراه مشات لي بلانتي. حنا عندنا ثقه كبيره في مطيع. اللي كنا كنتمناو ديك الساعه هو اللاعبين اللي غيضربوا يسجلوا. الا سجلوا اللاعبين ديالنا كاملين راه حنا غادي ندوزو، لان عارف المطيع غيجبد شي وحده جوج غيجبدها. وفعلا داك الشيء اللي تاتى لينا. الثانيه جبدها مطيع وتكالي فينا الدراري تبارك الله كلهم سجلوا بخمسه. والحمد لله على هذا، وكسرنا داك الهيمنه ديالهم علينا، لان كانوا دائما كينتصروا على الوداد. ما كان عمر الوداد تاهلت على الترجي، اول مره كتاهل عليهم. تاهلنا على النجم. يعني هذه المباراه الثانيه في راديس، يعني تاهلنا اخر مباراه لعبناها في راديس مع النجم، جبنا تاهيل من تما. هذه المباراه الثانيه على التوالي، اذا راديس راه ولا ديالنا، ولينا ننتصروا فيه ولينا نجيبوا التاهيل منه. ماشي ننتصروا ولكن نقدروا نجيبوا التاهيل منه، هذا هو اللي مهم عندنا. يعني ما بقاش عندنا داك التخوف ديال راديس. راديس كنا كنمشيو خاسرين
واخا تربح هنا واخا هذا، كتمشي تجيب بالاقصاء. الحمد لله دابا تفوقنا، يعني هذا جوج فرق ديال تونس حنا تفوقنا عليهم، اللي كانوا كيتفوقوا علينا. الان مشينا للنهايه، مشينا للمباراه النهائيه. بطبيعه الحال عرفنا الخصم ديالنا في النهايه اللي هو سان داونز. كنعرفوا سان داونز فريق قوي، لا علاقه مع الترجي، فريق قوي، فريق اللي كيلعب كره، عكس ديال الترجي تماما. فريق اللي كيشد الكره في رجليه وكيلعب كره وكنعرفوه مزيان ولعبنا معاه عده مرات. وكنتمنى رمزي باش يتفرج في هاد جوج مباريات اللي لعبوا مع الاهلي، باش ياخذ فكره كبيره على كيفاش كتلعب سان. باش ان شاء الله نهار المباراه ديال الحد نكونوا في المستوى. نتمنى نهار المباراه ان شاء الله نكونوا في المستوى، نديروا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله في مباراه الروتور ناخذوا اللقب ان شاء الله. يلا نخليكم، شكرا، الله يعاونكم، الله يسهل ويجيب التيسير. توش تفعلوا الجرس وديروا لايك، هذا فضلا وليس امرا، من فضلكم.